الله عنه عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز أحد على الصراط يوم القيامة حتى يختم له علي بالجواز. لا يجوز أحد على الصراط يوم القيامة إلى الجنة حتى يختم له علي بالجواز. أيا كان هذا الرجل لا يمكن أن يمر على الصراط إلى الجنة حتى يأخذ تأشيرة الدخول إلى الجنة من سيدنا الكرار علي أمير المؤمنين أبي السبطين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي يوما: يا علي احمد الله على 3 أشياء: زوجتك فاطمة وهي سيدة نساء أهل الجنة، وأولدت منها الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة، وصاهرت محمدا وهو سيد الأولين والآخرين. كان علي رضي الله عنه يفخر بهذه المنزلة ويقول شعرا: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد الحسن والحسين، وسبط أحمد ابناي منها، فمن منكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا، صغيرا ما بلغت أوان حلمي.